ازاي تبقى اخصائي باقل مجهود وباقل فلوس، وتاخد فلوس على قلبك قد كده. ده تفكير معظم الناس. صدقني الفلوس ما بتجيش الا اذا انت ما فكرتش في الفلوس. اول ما تبطل تفكر في الفلوس، انا عارف ان كلنا او سوق العمل او احنا كلنا كشباب في مصر او يعني بشكل عام محتاجين الفلوس، انا عارف ده. بس صدقني انت اعمل كل اللي عليك وهتلاقي الفلوس جايه تحت رجلك. فالاخصائي اللي بيجي في اول لحظه يقول انا عايز فلوس، او انا عايز كذا، او انا عايز الم كذا، او افكر في كذا، او افتح مركز في خلال 6 شهور سنه. طب انت بقى عندك متطلبات اللي تخليك تفتح او تدير مركز؟ لا لسه. هل انت بقى عندك حد ادنى تقدر يعني تدير ستاف من الاخصائيين؟ لا لسه برضه. هل انت درست او عملت دراسة جدوى المكان او سوق العمل او المكان اللي انت تفتح فيه؟ لا. بدأت تفتح في يعني تفتح مكان وعايز تفتح في مكان غيره، عايز تجيب ادوات ب100,000 جنيه وعايز تعمل حاجات اكتر من متطلبات اللي انت اصلا مش عندك الحد الادنى بتاعها. فبالتالي مهم جدا انك تاخد وقتك في الدراسة، تاخد وقتك في عفوا تاخد وقتك في التدريب، تاخد وقتك كمان في انك تدرس المكان اللي هتفتح فيه. ما يبقاش عندك صربعة او استعجال. ما تستعجلوش على الفلوس. وانا كده مش بقول لكم ارضوا بمرتبات قليلة، اعرف قيمة نفسك كويس جدا. سوق لنفسك على قد ما تقدر، اعرف قيمة اللي انت بتعرف تعمله وسوق له كويس جدا. وساعتها صدقني هتلاقي كل حاجة بتتفتح قدامك. بس اسعى بس للنهاية.